ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو انا عملته. انا دلوقتي جايبه لكم حاجات انما ايه جامده جدا، الحاجات اللي هي لوازم السبوع واعياد الميلاد والافراح والحاجات بتاعت كتب الكتاب باسعار مخفضه. في حاجات بتبدا كمان من 2 جنيه و3 جنيه يا جماعه، عند الحاج عبد الكريم السمان والحاج محمد السمان في اسكندريه، شارع محمود فهمي النقراشي، في محل هابي بيبي. هندخل دلوقتي كده ونشوف الاسعار والحاجات مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اللايك الجميل للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد، ولو في اي حاجة اكتبولي تحت في الكومنتات. ويلا بينا كده نبدأ ونشوف ايه الحاجات الجديدة الجميلة اللي عندهم واسعارها ايه، وكل حاجة بقى تخص البيبي والسبوع وكتب الكتاب. يلا بينا كده نبدأ الفيديو ونسمي الله. النهارده قلت بقى ايه وانا في اسكندريه استغل كده بقى ايه الاماكن الجميله في اسكندريه والمحلات بتاعت اسعار الجمله كلها، واشوف ايه الجديد بقى في المحلات واسعارهم وكل حاجه. فقلت بقى ايه لازم اصور لكم معايا. انا دلوقتي مشيت من عند محطة مصر، وصلت العتبة، ومن العتبة وصلت شارع اسمه شارع محمود فهمي النقراشي عند الميدان كده. لقيت فيه بقى ايه سوق كده كبير بتاع فواكه، والشارع ده مخصص للحاجات بتاعت لوازم السبوع واعياد الميلاد والافراح. وانا ماشيه كده في الشارع صادفني محل اسمه هابي بيبي، لقيت عنده الحاجات بتاعه السبوع وكاتب الكتاب والافراح وكل حاجه، وكانت الاسعار عنده جميله جدا جدا جدا. فقلت اللي انا ايه لا لازم ادخل كده واصور لكم الاسعار عنده عامله ازاي. احنا كده عند محل هابي بيبي لوازم سبوع المولود والاطفال الحاجات دي كلها والافراح والمناسبات. ده محل مستلزمات السبوع، ارخص الاسعار عنده يا جماعه. ندخل دلوقتي كده ونشوف الاسعار مع بعض عامله ازاي، ونشوف الحاجات الجديده اللي عندهم والعروض الجديده اللي عندهم. يلا بينا كده نبدأ مع بعض ونشوف الاسعار مع بعض. الاسبوع دي بصوا اللعبه دي تحفه. بصوا بقى دي الشنط اللي هي بتاعت السبوع، لما بتيجوا تعملوا اسبوع ولا حاجة بتختاروا اللي هي معاها الهدايا دي باللعبة اللي جواها. اللعبة دي بتبدأ من 12 جنيه يا جماعة. الشنطة باللعبة بتاعتها يا جماعة، في عنده شنط باللعبة اللي جواها دي زي ما انتوا شايفين ب12 جنيه، وفي عنده كمان ب15 جنيه على حسب اختياركم للتحفة. طبعا زي ما قلت لكم التحفة بتبقى جواها على حسب بقى اختيارهم للتحفة. وعندهم كمان انتوا ممكن تختاروا التحفة لوحدها. التحفة بتبدأ من 2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه على حسب الاختيارات. بصوا الشنطة دي كانت ب20 جنيه بالتحفة اللي جواها دي ما كانتش تحفة واحدة، دي كانت تحفتين بالملبس بتاعها كمان. بصوا الاشكال بتاعتها. بصوا التحفة دي يا جماعة اللي قلتلكم عليها اللي هي ب20 جنيه، الشنطة بالتحفة اللي جواها ب20 جنيه يا جماعة، وعنده 15 كمان. وطبعا انا سألته على اغلى حاجة عنده، قال لي إيه اللي هي نوعها كريستال، كانت اغلى حاجة عنده. وفي حاجات برضو ب15 وب20 وب30 على حسب برضو ايه شكل اللعبة برضو وحجمها، والحاجات اللي انتوا بتيجوا تشتروها من عنده عاملة ازاي. هو يعني بيفاصل على طول، بيعملوا عروض، والاشكال كلها جميلة الصراحة. بصوا اللي بالثبت دي يا جماعة التحفة اللي هي الثبت بالتحفة اللي جواها بالشوكولاتة كمان، كانت عاملة 30 جنيه. بصوا شكلها عامل ازاي كيوت. دي كمان ممكن تحطيها في النيش لو انت عروسة وعايزة تزيني النيش بتاعك وتكتري فيه حاجات ممكن تختاريها فيه. وبصوا دي كمان اللي هي بالثبت كانت عاملة 40 جنيه، والله مش خسارة فيها. بالحمص بتاعها باللعبة بالشوكولاتة بالزينة بكل حاجة ب40 جنيه. وممكن كمان تختاري اللعبة لوحدها وقال اللعب على حسب برضو السعر بتاعها. في عنده لعب بتتباع لوحدها ب2 جنيه و3 جنيه و5 جنيه برضو، كل حاجة على حسب السعر بتاعها. وكمان عنده ممكن تختاري من عنده كمان شوكولاتات، اللي عايز برضو يشتري شوكولاتة عنده شوكولاتات برضو بالكيلو بتتباع عنده. وطبعا كل حاجة حسب السعر بتاعها، حسب بقى ايه النوع التحفة والثبت وحجم الثبت
ونوع الشوكولاته ونوع الملبس، لانه السبت نفسه بيكون يعني ايه مفهوش تحفه بس، لا ده بيكون فيه شوكولاته وفي حمص وفي ملبس. انت بتختاري الهديه كامله، بحيث ان انت لما تيجي توزعيها في الاسبوع ما تضطريش ان انت تحشيها اي حاجه. في حاجات طبعا زي ما قلت لكم بتبدا من 20 و25، في حاجات عنده ب15 على ما اعتقد، وفي حاجات ب30 و35. وانتوا طبعا هتروحوا وتشوفوا. ولو في حاجه عايزين تاخدوها برضو سكرين شوت وتسالوا عليها، انا برضو هسيب لكم الرقم بتاعه اللي كان واقف معايا استاذ فتحي، هسيب لكم الرقم بتاعه في صندوق الوصف وفي الفيديو كمان، لو في اي حاجه ممكن تسالوه عنها. انا طبعا بفصل يعني الصوت يا جماعه، بتكلم بصوتي علشان كان في صوت عزا تقريبا جنبينا فكان مغطي على الصوت، بس هو ده السبب يعني. حبيت اعرفكم. وطبعا كل حاجه يعني حسب السعر بتاعها وحسب نوع الحشو اللي جواها. على حسب نوع الحشو. طب ودول الحاجات دي عامله 80. جينا بقى هنا للركن الاغلى شويه. الركن ده علشان فيه حاجات اللي هي حاجات الكريستال، فبتبقى بقى ايه اغلى شويه ب80 وب90 وب120 والكلام ده كله. كل حاجه برضو حسب التحفه بتاعتها اللي جواها، علشان بتبقى التحفه اغلى بكتير. 40 كلها كده جاهزه على بعضها. بتاع اللي جوه. والصف اللي تحت ده برضو في حاجات بتبدأ فيه من 20 و25 و30 و35، كل حاجة على حسب التحفة بتاعتها وعلى حسب نوع الشوكولاتة اللي جوه ونوع الملبس عامل ازاي يا جماعة. كل حاجة بتختلف عن سعرها. بصوا المكان قايم ازاي يا جماعة. وعندهم كمان مصاحف، اللي عايز يشتري برضو مصحف ولا حاجة وهدايا والكلام ده كله، مش حاجات السبوع بس، لا عندهم حاجات كتير. وده الكارت بتاعهم برضو انا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف، وبرضو خدوا سكرين شوت. انا مش عايزه اعرف كل حاجه سعرها، هي بتبدا من كام؟ مش قصه تبدا بكام، اي حاجه من التحفه اللي فوق 20 جنيه. وصل لك؟ تمام. بصوا بقى تعالوا بقى معايا في الباترينا الجميلة دي اللي هي عجبتني جدا جدا جدا. كانت بقى ايه حاجات بتبدأ من 3 جنيه. انتوا متخيلين يا جماعة ب3 جنيه؟ وفي تقريبا على ما اعتقد حاجات عنده ب2 جنيه. كانت الحاجات اللي فوق كانت ب20 جنيه، وفي حاجات عنده ب15، وفي حاجات عنده ب10 وب8 جنيه، على حسب بقى ايه كل حاجة بالشكل بتاعها وبالحجم بتاعه وكل حاجة. والحاجات اللي تحت دي خالص كانت ب3 جنيه. بصوا الاشكال بتاعتها عامله ازاي. الحاجات دي كمان مش للسبوع بس، لا دي الحاجات دي كمان ممكن تهادوا بيها، وممكن تحطوها كمان في النيش عندكم لو محتاجين حاجات في النيش. الحاجات دي قيمه وتحفه، وممكن كمان تحطوها في الصالون او في الريسبشن، بتدي شكل جمالي كده للحاجه. بصوا الحاجات دي قيمه ازاي يا جماعه، شكلها جميل جدا. برضو بتتحط على الكومودينو في اوض النوم، في الحاجات دي كلها، والمصاحف وحاجات جميلة جدا. بصوا بقى الساعات دي كانت ب70 جنيه وب80 جنيه، برضو على حسب كل حاجة وشكلها وسعرها عامل ازاي. بصوا الاشكال عاملة ازاي، والله العظيم الاشكال تهبل تهبل. في حاجات ب50 جنيه وفي حاجات ب30 جنيه وب20 جنيه، والاشكال كمان جميلة جدا جدا. دي بقى الاشكال دي كلها دي تتحط بقى في النيش، دي تتحط في النيش يا جماعة، بتدي شكل النيش منظر جمالي ورهيب. بصوا الباترينا دي عجبتني جدا برضو، الحاجات اللي فيها حاجات قيمة جدا جدا جدا. وده برضو الشوكولاتات اللي عنده. ماشي. زي ما قلت لكم في اول فيديو، بصوا هو عنده تشكيله كبيره جدا من الشوكولاتات والملبس وكل حاجه عنده تخص السبوع او تخص العرايس، او انت عايزه تشتري اي حاجه مثلا لحماتك، او اي حاجه كادو مثلا تشتري له واحده صاحبتك اي حاجه، هتيجي المحل وهو هيعمل معاكم خصومات حلوه جدا. هو الشارع ده مليان محلات من حاجات السبوع، بس انا اخترت المحل ده لان لقيت عنده عروض واشكال مختلفه كمان. وبصوا الوشوش دي كانت في حاجات بتبدأ من 15 جنيه و20 جنيه طبعا. كده احنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وعمل اللايك الجميل بتاعكم.